اول حاجه عربيه اول ما بتدورها بتحس ان انت صوت مكنه ميه، مش صوت عربيه استراتيجيه خالص. العربيه تدور وتبطل منك، صوت العربيه عالي قوي، المكنه بتحس ان هي بتتكسر، وانت ماشي بقى اول ما ربنا يكرمك كده وتطلع بالعربيه تحس ان العربيه عايزه تبطل منك. طب مشيت بالسلامه الحمد لله، مش بطه، هي عدت المراحل بتاعه البطه بزياده، يبقى مفيش سحب خالص. اول ما تيجي تهدي على مطب العربيه تروح مبطله منك. كل دي اعراض للشخرمون نتيجه للجهل اللي احنا بنقوله في الصنعه. ده جهل صنعه، جهل الفني ان هو مش عارف العربيات دي شغاله ازاي، وبيعك اي عك واي حاجه وخلاص، وبيشخرم في الشخرمون وخلاص. العميل بيفكر ان هو لما يروح يوفر له بدل ما يدفع مصنعيه 500 جنيه هيدفع له 200 300 جنيه، ولا لما يدفع مثلا 1000 جنيه بدل ما يدفع 2000 جنيه، فهو بالنسبه له كده وفر، وبالتالي يرجع يعيد نفس الشغلانه وازيد حبتين ثلاثه، فبدل ما كان بيدفع له 500 جنيه يدفع له 2000 جنيه. العربيه دي مثال حي للعك اللي بالزياده. العميل ده راح عشان يعمر الموتور بتاعه عند حد مش بتاع اوبل اصلا. الراجل اشتغل زي ما احنا شايفين كده، اشتغل بسيليكون عظم، اللي هو السيليكون اللي احنا اصلا بطلنا نشتغل بيه بقالنا اكتر من 10 سنين. طبعا نتيجه ان هو اشتغل بخامات غلط، فبالتالي بدل ما هو بيحط حاجه بسيطه بدا بيحط بالكيلو عشان خاطر يمنع معاه تسريبات الزيوت، وبالتالي كل اللي احنا طلعناه من جوه الانجن ده كان موجود في الكارتير، وبالتالي بقى كل السيليكون ده اتسرب في دوره الزيت وكتم دوره الزيت والميه بتاعه العربيه. فالاسطى هيثم يعني يقول لنا يعني العربيه دي جت له كانت عامله ازاي، اول ما فكيناها لقينا فيها ايه. احكي لنا بقى حكايه الشخرمون اللي معانا ده يا استاذ هيثم. انا بننضف اهوت وبالسيليكون اهوت، ده شايفين كده، ده اللي هو بعد النظافه الاولانيه يعني كميات سيليكون كانت طالعه من جوه الكارتير ذات نفسه ومن المصفى بتاعه الكارتير، يعني شبه يوميا احنا ده بعد النظافه، كل ده بعد النظافه يعني. ده كده احنا نظفنا نظافه اولى، وده كده يعني بعد النظافه الاولى. وهنا زي ما انت شايف كده حضرتك دي حالات بتيجي للمستشفى يوميا يعني. لاينات الزيت نظفناها. بص العربيه بتتفك ازاي، يعني احنا بنفك كل حاجه تخص دايره الزيت، وفي اوقات بنضطر ان احنا نحل وش السلندر عشان خاطر ننظف اللاينات بتاعه الزيت بشكل كامل. يعني في عربيات بتجي لنا بيبقى لاين الزيت ده مكتوم نهائيا، فبنضطر ان احنا نحل وش السلندر كمان عشان ننظف. نتيجه اللعب ونتيجه العك هو ده اللي احنا بنشوفه النهارده. السيليكون واصل لمجاري الميه اللي جوه الاويل كولر. لو سمحتوا حاولوا ان انتوا تختاروا الفني بعنايه. حاول يا فني يا اسطى يا استاذنا يعني احنا بنحب ان انت تطلع حاجه كويسه، وبنحب ان انت تطلع شغل كويس ومحترم. بعد اذنك حاول انك انت ما تقفلش باي سيليكون وخلاص. حاول انك انت تشتغل بسيليكون حراري، والسيليكون الحراري ده في منه براندات كتيره قوي، بدايه من السيليكون الجي ام، وصولا بانك انت تشتغل بسيليكون كورتيكو او فيكتور رينز او ايرلينج لو انت شغال بحاجه بقى يعني عندك مثلا اي براند انت تحتاج من او ان انت تلاقيه عندك في السيليكون الحراري، كل ده هيشتغل معاك كويس. طبعا كل براند من دول في منه الاصلي وفي منه المضروب، دي بقى معانا ربنا عشان نفرق الاصلي والمضروب، ده قصه ثانيه. ولكن حاول انك انت لو سمحت تختار براند كويس، حاول انك انت تختار خامات كويسه، حاول انك انت تنظف شغلك، حاول انك انت ما تعكش. مش فاهم في الشغلانه او مش عارف في الشغلانه، استشير والله هتلاقي ناس كتيره بتدلك، وهتلاقي ناس كتيره قوي بتعرفك وتعلمك. وكل الناس اللي شغاله في مجال الاوبل عايزين الفنيين يكونوا افضل حاجه. عايز الفني اللي شغال في العربيه وهو مش بتاع العربيه، اللي هو شغال يونيفرسال شغال كل العربيات، لما يكون عنده مشكله في عربيه زي دي يستشير الناس اللي هم بتوع الاوبل. ما تنسوش لايك للبيج بتاعتنا مستشفى الاوبل احمد عز، سبسكرايب للقناه بتاعتنا على يوتيوب مستشفى الاوبل، ونشوفكم ان شاء الله في مصيبه جديده وشخرمون جديد. باي باي.